مساء الخير عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيتكم اليوم بهذا فيديو جميع وحده كانت حاصله في فطورها ولا في عشاها. كي تشوف هذا الفيديو حتسلكها. دوكا بلا ما نطول عليكم ندوزو طريقه تحضير هاد لي غوسيت تاعنا. نبداو بسم الله. اول حاجه كنت بديت بها هي حساء الخضار. مع هاد البروده اللي راهي هذا واش يلزم. من السوبه كتكون سخونه الله الله تمسح على القلب وتجي على الخاطر. الوغ انا لاصوب تاعي كنت درت لها كامل انواع تاع الخضار اللي كانت متوفره عندي في الفريجيدير. الخضره مليحه لصحتنا ومليحه لولادكم سورتو كي يكونوا في مرحله النمو. مليح تاكلوا لهم هكذا كامل انواع تاع الخضره. وكي ديروا لهم هكذا اون سوب ماهوش حيفيقوا لهم كامل تما حياكلوهم بلا ما يعيوكم. انا كنت درت فيها 3 حبات هكذاك يكونوا صغار تاع زروديه ولا 2 حبات كبار. درت فيها حبه بطاطا كبيره، حبه طوماطيش، درت فيها 2 حبات بسباس، حبه لف، 2 حبات قرعه، سنينه تاع توم وحبه بصل تكون متوسطه. قطعت الخضره تاعي كامل هكذا دي مغصو صغار. قطعتهم عشوائيا ما يهمش باسكو هاد الخضره حنرحوها مع الاخر. تسمى قطعوها هكذا ماشي لازم كيف كيف قطعتها عشوائيا برك. وانا تا كنت درت لها غصن نتاع كرافس. انا قطعت الحبه تاع البطاطا تاعي، قطعت زروديه وراني زيد نقطع في البسباس. حنقطع كامل الخضره تاعي بنفس الطريقه. قلت لكم مع هاد البروده اللي راهي سي بون برد الحال برد ضربه واحده وبدات تشتي والله يبارك. اون توكا هذا هو وقتها. الوغ سي لوكازيون باش نبداو نحضروا هاد لي سوب سورتو اللي عندهم ولادهم صغار. قلت لكم سي ميو ديروا لهم هاد لي سوب باسكو ما يفيقولهمش كامل واش فيهم الداخل. يجوا بزاف بنان وياكلوا لكم كامل انواع الخضره هكذا بلا ما تعياو معاهم ما والو ما يشوفوا واش كاين ما يعرفوا. الوغ حياكلوها لكم بلا ما يعيوكم. دوك انا نكمل نقطع كامل هكذا الخضره تاعي ونعاود نرجع معاكم. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ابخي ما كملت قطعت كامل هذيك الخضره تاعي كما شفتوا قدامكم في الفيديو. دوكا نجيبوا القدره تاعنا باش ندو هذه الخضره تاعنا طيب. هنا ندير لها انا كميه مليحه تاع الزيت باسكو ماني حندير لها لا لحم لا دجاج. هنا اللي تحبوا تخلطوا بين الزيت والمارغرين تقدروا. انا كنت درت غير الزيت وهذا الشيء غادي اختياري. اللي تحب دير مزيج بين الزيت والمارغرين تقدر، هذا الشيء عادي. قلت لكم ديروها بلا لحم ولا دجاج ولا حتى حاجه وحتجيكم حلوه كي العسل هاد لاصوب. الو ننصحكم انكم ديروها بهذه الطريقه وتكتشفوا بنتها. دوك نحطو كامل الكميات تاع الخضره تاعي نديرو كاع الكميه على هاديه وندوها تقلى لنا فوق النار. دوكا جيت حطيت القدره تاعي فوق النار ونجي ندير لي زيبيس على هذيك لاصوب تاعي. انا ندير لها غير الملح وفلفل الكحل هذا واش نستعمل في لاصوب تاعي. وانتم اذا عندكم دي زيبيس تحبوا تضيفوهم تقدروا تضيفوهم، هاد الحاجه اذواق. درت كميه من الفلفل الاسود وزيد ندير كميه من الملح هكذا كيما راكم تشوفوا قدامكم. ودوكا نخلي هاد الخضره تاعي تتقلى في غرتها. انا نحب نقلي لاصوب تاعي نحسها تزيد لها في البنه. ما نحبش غير ندير الخضره ندير عليها ديريكت الماء ونخليها طيب، نخليها تقلى شويه حتى نشوفها دبالت. شتو كيفاش دبالت لي الخضره تاعي. دوكا نجي نمرق عليها بالماء سخون. هنايا كي تجو تمرقوا على الخضره تاعكم دي بريفيرونس من الاول ديروا لها كميه مليحه تاع الماء هكذا باش كي تجو ترحوها تجيكم قيس قيس بلا ما تزيدوا لها الماء. غطوا كامل هذيك الخضره تاعكم مليح بالماء هكذا كيما راكم تشوفوا قدامكم. نخلطوها شويه نغطوا هذه القدره تاعنا ونخلوا الخضره تاعنا طيب. بعد ما رجعت للاصوب تاعي حنصت الخضره تاعي سي بون كانت طابت لي. زيد ضفت عليها مغرفه تاع الفرomاج. هنا بالنسبه للفرomاج كل وحده دير الفرomاج اللي كان متوفر عندها في الدار. واش درتو فرomاج حيزيد لكم في البنه تاع لاصوب تاعكم. نجيبو بغا ميكسور ونرحو هاد لاصوب وتكون لاصوب تاعنا واجده. شتو شحال سهله. بعد ما طابت لي لاصوب تاعي جيت نقاسم معكم الوصفه تاع طاجين زيتون. هذا طاجين زيتون كان طيبته ماما. هنا كان جابت الطنجره تاعها حطيت فيها طرف تاع الدجاج زاد ضفت عليهم كميه تاع الزيت وكميه تاع السمن. هنا كميه تاع الزيت وكميه تاع السمن ترجع على حسب الكميه تاع الدجاج اللي درتوها. دوكا نقلو هاد الدجاج تاعنا شويه في هذاك الزيت والسمن باش يدينا لون. قلو هاد الدجاج تاعكم على نار هادئه وقعدوا هكذا تحركوا فيه على لي كوتي تبعو كامل باش ما يتحرق لكمش. ابخي ما تقللها شويه هداك الدجاج هنا جيت ضافت عليه حبه بصل تكون متوسطه ما تكونش صغيره بزاف وما تكونش كبيره بزاف تكون مليحه. رحاتها في الاشوا رحوها رقيقه باش تقل لكم هذيك المريقه تاعكم. متخلوهاش دي مورسو كبار باش تعقد لكم هذيك المريقه تاعكم. دوكا نجو نديرو لي زيبيس. بالنسبه طاجين الزيتون نديرو له غير الفلفل الاسود نديرو له كميه هكذا تاع فلفل اسود ونزيدو له كميه تاع ملح وهذا ما كان. هاد ليطاب ديروا الفرن تاعكم على نار تكون هادئه وخلوا هاد الدجاج تاعكم البصل يتقلاو في غرضهم. هذا السر اللي يخلي الماكله تاعكم تجيكم بزاف بنينه. كي تقلوا الدجاج تاعكم البصل مليح مليح هكذا تجيكم الماكله تاعكم كي العسل. نقلوا شويه هاد الدجاج ونرجع معاكم.
ابخي ما تقللنا شويه هذاك الدجاج. هنا كان عندنا كميه تاع زروديه قشرناها وقطعناها. ما تقطعوهاش رقيقه بزاف وما تقطعوهاش خشينه بزاف، قطعوها متوسطه كيما راهي تبان لكم في الفيديو. هنا الزروديه تاعنا ما غليناهاش، درناها ديريكتومون مع الدجاج، هكذا طيب لنا هي والدجاج كيف كيف. دوكا بخي ما خلينا هذيك الدجاج والزروديه تقلاو شويه مع بعضهم، نجو نمرقوا عليهم بالماء سخون. هنا ديروا كميه تاع الماء قصبه تغطي لكم هذاك الدجاج، وزيدوا نجو نضيفوا عليهم الزيتون. هذا الزيتون حنا ما كناش غليناه، كنا خليناه في الماء وبدلنا له واحد 3 فوا ولا الماء تاعو باش نقصلوا هذيك الملوحيه. هاد طاجين زيتون ماما درته بطريقه اللي يطيب لكم في رمشة عين، دارت كلش على جيه، قطعت عليهم وخلاتهم طابوا. وهنايا كنصيبوا طاجين زيتون تاعنا واجد. شوفوا المريقه تاعو كيفاش جات عاقده وخاطره الله الله. طاب لنا في وقت قياسي ميشت كامل اليد ويجيكم بزاف بنين. وهنايا كنا زدنا ضفنا له شويه تاع معدنوس، كنا قطعناها رقيقه وزدنا ضفناها له من الفوق تزيد له في البنه، وهكذا يكون طاجين زيتون تاعنا واجد. وهذيك لاصوب تاعي كيفاش جات عاقده الله الله، جات حلوه كي السكر، جات ما عندي ما نحكي لكم فيها. وكو شفتوها تحضر في رمشتين. وهذا طاجين زيتون اللي كنا حضرناه معاكم مام هو، شوفوا المريقه تاعو كيفاش جات عاقده، جا ما شاء الله. وفي زوج يحضروا في وقفه فريمون حضروهم ما تعيوش كامل معاهم. وهكذا نكونوا حقنا لفت على فيديو تاع نهار اليوم. نتمنى من جميع وحده كانت حاصله في فطورها ولا عشاها وتلاقات بهاد لا فيديو وسلكتها وعطتها فكره وجربت هاد الوصفات ونجحت فيهم، تخلي لي رأيها في التعليقات وتقول لي واش رايها في لي غوسيت تاعنا، ودير اشتراك في القناه وجمنا فيديو. ودوكا نبقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحتكم ونتلاقاو في فيديو اخر. سلام.